إزاي تستغل الويك إند صح؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سارة جرافيكس. لو أنت من الناس اللي بيجي عليها الويك إند وبيعدي بسرعة من غير ما تحس إنك عملت حاجة مفيدة، فالحلقة دي ليك. النهاردة هتكلم عن إزاي تستغل يومين بس بشكل يفرق فعلا في حياتك، سواء على مستوى الشغل أو الراحة أو حتى تطوير نفسك. طيب، المشكلة فين؟ خلينا نكون صريحين، أغلبنا بيقضي الويك إند في نوم كتير، سوشيال ميديا، خروج عشوائي أو مفيش خطة أصلا. وفجأة بيجي يوم الحد بالليل وانت حاسس بتأنيب ضمير، هو أنا عملت إيه مفيد؟ المشكلة مش في الراحة، بالعكس الراحة مهمة جدا، لكن المشكلة إن مفيش توازن بين الراحة والاستفادة. بدل ما تبص على الويك إند إنه هروب من الشغل، بص عليه على إنه فرصة لحياتك الشخصية. اسأل نفسك، إيه الحاجة اللي مش بلحق أعملها طول الأسبوع؟ تتعلم مهارة، ترتب حياتك، وقت مع نفسك. ابدأ تعامل مع الويك إند كأنه ميني لايف، مش مجرد بس بريك. طيب، خلينا أديك شوية نصائح بسيطة من 3 أجزاء. أول حاجة الريست داي أو يوم للراحة. اختار يوم، غالبا الجمعة أو السبت، اعمل فيه حاجة من الأربعة دول، يا إما نوم كفاية، خروج بسيط، وقت مع العيلة أو أصحابك، وطبعا بدون تأنيب ضمير. تاني يوم أو يوم التطوير أو نسميه الجروث داي، اليوم التاني خليه ليك أنت، تتعلم حاجة، كورس، مهارة، محتوى، تشتغل على مشروع شخصي حتى ولو بس ساعتين. البلاننج اور أو ساعة تنظيم. قبل ما الويك اند يخلص، اكتب أهداف الأسبوع الجديد، رتب أولوياتك، حضر نفسك نفسيا. الساعة دي بتفرق جدا في إحساسك في بداية الأسبوع. والجزء الرابع هتقولك أفكار تستغل بيها وقتك. لو مش عارف تبدأ بإيه، دي شوية أفكار، زي ما انت تتعلم مهارة زي التصميم أو المونتاج، تقرأ كتاب حتى ولو 20 صفحة منه بس، تسجل محتوى لو عندك مشروع، وتعمل رياضة. طبعا ممارسة الرياضة أو حتى رياضة خفيفة في البيت، مش شرط تنزل جيم. وطبعا ترتب مكانك، ده بيأثر جدا على نفسيتك. المهم، ما تحاولش تعمل كل حاجة، اختار حاجة أو 2 بس. وفي آخر الحلقة دي، الويك اند مش بس وقت يضيع، هو فرصة صغيرة ممكن تغير شكل حياتك على المدى الطويل. ابدأ بخطوة بسيطة الأسبوع ده، اختار حاجة واحدة مفيدة، وقت راحة حقيقي، ولو طبقت ده هتتفاجئ قد إيه يومين بس ممكن يعملوا فرق كبير. كان معاكم سارة جعفر، ونشوفكم في حلقة جديدة.